جاء في ذم الدنيا عيد في ذم النساء هوينك عيد وحيالها كيمد وحكم إذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي قال إنه يري ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء هوينك وقدنا الإمام البخاري مسلم بحديث كورني واللي عدم الاستغناء عنهن لقمت يقتهم ما لقى كافتومي كرو هو أيه وهو يحمل على الزنا ده هوينك لقمت يقتومي كرو أيقنا وادي بدين هو وعلى ما يشغل عن طلب أمور الآخرة الدنيا ذا أمور تهذا يعني آخرة ذا أمور تهذا وحال وحي كاشغلنا يودنه من الانهماك على طلب الدنيا وذلك شر الفساد فساد كوها وشر بلون إمام علي سيد علي بوحي رضي الله عنه وكرم الله وجهه رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء فلا تأمن لأنثى قد يوما ولو قالت نزلت من السماء رأيت الهم مرق ودن وفي الدنيا هاتي بحان رأيت وحان ركيب الهم مرق وفي الدنيا هاتي كثيرا إنه بدنت حتى الدنيا هرت مرق تيدو بدنت وأكثره كان أوجب بدن مرقت أوجب بدن يكون من النساء هوينك بقى أوجب مرق بدن يعني دبك دن ولا لقى شيء جنيه ولا شيء جنيه حق الدنيا وأنظمرك يعني لقى على يوم فلا تأمنها آمن لأنثى ناك قد ولقى يوما ولقى ناك هكول صونان ولو قالت هبا كنت نزلت من السماء سمد أن كسر الدقيقة هكول هذا ولقاها آمن هيه أندواي ونلوط الموجي لكن ولقاها آمن أكا وقال بعضهم وحي ذلك إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين إن النساء هوينكو شياطين ويخلقنا لنا أنك نلو أبوري وشياطين إلهي نو أبوري أي نعوذ بالله إلهي بان كم قلنا من شر الشياطين فهن أيغو أصل البليات بلايا ودن أيغا وأصل التي ظهرت بلايا صوت ظاهرة بين البرية مخلوقة دعيسة في الدنيا وفي الدين حق الدين تبو وقيل وحال إن كيدهن هوينك كيد كود أعظم من كيد الشياطين هوين دغرتودو way ka weyntahay shaydaanka dhagartiis laana Allah ta'ala yaqul inna kayda shaydaan kana dhaifan shaydaanka dhagartiisa iyo makrigiisa waa wax dhaaifa wa qala ta'ala ilahi wuxuu yiri inna kayda kunna azim haweenkana maxaa ilahi ku yiri walla dhagartiinu waa wax weyn shay'un khalaqahu Allah thumma ista'zama wala su'aal ayalihi yani la weydiin jiray ninkii Abi Yazid al-Bastami su'aalaadkii la weydiiyay afartan kaabay kamid shay'un khalaqahu Allah thumma ista'zama شيء انتو إلهي أبو رهدنا ويري وروين بدنا محاك وين كيد النساء إن كيد كنا عظيم با إلهي لقرت إنه آد بأوين تاوي وفي كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه خسال يا فيهن ومن خسال اليهود يهود يعني تقن كودية صفات وضوء كلا صدح يكجبان